أنا عندي سؤالي هو احنا لما بنكبر في السن ممنوع نشتغل؟ وغير ان احنا ممنوع نشتغل، انا قابلت الفترة دي حاجات غريبة قوي. انا عايزة اشتغل، بس هو انت فاكر ان انت لما هتنزل اعلان وتقول انا مطلوب مثلا شخصية معينة او مهنة معينة، مش هسمي المهنة ايه، وتيجي تقولي ايه مبلغ الفلاني كذا، واو انا هجري. لا لا لا، انا مش عايز السن ده، انا عايز سن صغير بس ممكن ده اللي هو انت ايه يعني؟ مش فاهم. طب انا واحدة وفهمت ان انت الشغل بتاعك ده دلوقتي حاليا شمال. طب ما في بنات كتيرة قوي هيقعوا في الموقف دوت صغيرين، مش هيفهموا من البداية حاجة زي كده. طب ليه انت كصاحب شغل؟ طب ما بالبلدي كده ما تصطاد من بره، زي ما بنسمع كان ايام زمان عندك شارع الهرم، عندك شارع جامعة الدول، عندك حاجات كتير قوي في الشارع. ليه بتيجي في اكل العيش؟ ما هو اكيد اللي دور على شغل دوت عايز شغلانة بحلال. تدخل له انت ليه زي الشيطان، زي السوسة، زي العقربة، وتيجي تلعب في دماغه؟ بجد شخصيات غريبة وانماط غريبة. لا، وهو والألعن بقى دلوقتي ايه؟ بالمفهوم المدرك اللي هو الناس دي بتبقى مش قوادة، مش عارفة اسميها ايه، بس دلوقتي كمان بقى في ستات. او يمكن ده كان الموضوع من زمان وانا مثلا كنت جاهلة فيه، مش عارفة بصراحة. بس هو انت الشخصية دي انت بتعمل كده ليه؟ اكيد الشخصية دي بتدور على رزق حلال، تقوم انت داخله عشان تعمله اللي هو يبقى حرام. مش غريبة؟ ده سؤالي. السؤال بقى، الناس دي ازاي انتوا بتتصرفوا معاها لو اتكعبلتوا فيهم؟